اليوم بنروح لعمق جبال الأطلس المغربية لقرية يمكن كتير مننا ما سمعش عنها قبل كده، إقبالو أسردان في إقليم مدلت. للأسف ارتبط اسمها بمأساة مؤلمة ومحيرة جدا. بالظبط. قصة الطفل محمد 15 سنة بس، اختفى فجأة، وبعدها تم اكتشاف جثته في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غامضة. صحيح. القصة بدأت يوم 16 يونيو 2025. محمد خرج الصبح كالعادة عشان يرعى الغنم، ده شغله اليومي. شغل بيساعد بيه أسرته. تماما. لكن اليوم ده محمد متأخرش بس، لا هو مرجعش خالص. البحث عنه انتهى نهاية مأساوية، لقوه معلق بحبل في شجرة. مم. قصة فعلا بتطرح أسئلة كتير. النهاردة هنحاول نفهم أكتر اللي حصل، هنعتمد على مقالات ومتابعات كتيرة اتكلمت عن القضية بعنوان الطفل محمد لغز جبال الأطلس الدامي. وهدفنا هو استكشاف ملابسات الحادثة دي والأسئلة الكتير اللي حواليها، وكمان ردود الفعل، خصوصاً المطالبات بكشف الحقيقة. طيب خلينا نبدأ بمحمد نفسه. مين هو محمد؟ المصادر بترسم لنا صورة لطفل يدوب بشق طريقه للمراهقة. إيه طبيعة حياته هناك؟ محمد زي ما قلتي كان عنده 15 سنة، لكن ظروف الحياة في قريته إغبالو أسردان دي منطقة جبلية وفقيرة ومعزولة نوعاً ما. العزلة دي بتصعب الأمور أكتر. جداً. الظروف دي خلته يسيب المدرسة بدري قوي عشان يشتغل ويساعد أهله. شغلته كانت راعي الغنم. حياة بسيطة بس شاقة في نفس الوقت. والمصادر بتقول إن أحلامه كمان كانت بسيطة زيه. بالظبط. أقصى طموحاته كانت حاجات بسيطة زي إنه يشتري موبايل مستعمل أو يمكن هدوم جديدة للعيد. دي أحلام طفل في ظروف زي دي. القرية نفسها إغبالو أسردان بتعاني من صعوبات معيشية كبير وعزلة، وده بيخلي الحياة أقصى على الكل وخصوصاً الأطفال. وفي يوم 16 يونيو اليوم المشؤوم ده، لما اتأخر محمد أهله قلقوا طبعاً. المصادر بتقول إنهم بدأوا يدوروا عليه على طول. لقوه فين وإزاي بالظبط؟ مع غروب الشمس ومحمد لسه مرجعش، بدأ القلق يكبر. الأهل والجيران بدأوا يدوروا عليه في الأماكن اللي متعود يرعى فيها. في المناطق الجبلية دي البحث بيكون صعب. أكيد. وفي الآخر لقوه في مكان يعتبر منعزل شوية، جنب مجرى مائي صغير الأهالي بيسموه قادوس الماء. لقوه معلق بحبل في شجرة. مشهد كان صادم ومفجع لكل اللي شافه. ومن هنا بقى بدأت الشكوك والأسئلة الكبيرة. ممكن أول حاجة تيجي في بال حد تكون الانتحار، لكن المصادر اللي معانا بتقول إن في تفاصيل كتير بتخلي الفرضية دي محل شك كبير قوي. إيه أبرز النقط دي؟ دي نقطة جوهرية جدا. المصادر اللي رجعناها بتجمع على كذا عنصر بيثيروا الشك. أولاً، طريقة وجود الجثة نفسها. الوصف بيقول إنها كانت غير اعتيادية لو بنتكلم عن انتحار شنقاً. إزاي غير اعتيادية؟ التقارير بتقول إن الحبل كان ملفوف بطريقة معينة، والأهم إن رجلين محمد كانت تقريباً ملامسة للأرض. الوضع ده بيخلي فكرة الانتحار بالطريقة دي صعبة، أو على الأقل مش منطقية تماماً. مفهوم. دي نقطة غريبة فعلا. والنقطة التانية، التساؤلات اللي أثيرت حوالين إذا كان في أي علامات ضرب أو كدمات على جسمه. هل في آثار مقاومة مثلا؟ طبعا الإجابة النهائية على دي محتاجة تقرير الطب الشرعي الرسمي. الكل مستني التقرير ده. وفي نقطة تالتة كمان يمكن هي الأكثر جدلاً، ليها علاقة بالحبل نفسه، صح؟ بالظبط. دي يمكن أكتر نقطة زودت الشكوك وخلت الناس تتكلم. في روايات ومقالات بتقول إن الحبل اللي استخدم أو أداة شبهه لقوها بعد كده مع حد من سكان المنطقة. يا ساتر. المعلومة دي بغض النظر هتثبت صحتها في التحقيق ولا لأ، لكنها صبت الزيت على النار، خلت ناس كتير ترفض تماما فكرة الانتحار وتطالب بتحقيق قناعي جاد جدا عشان نعرف الحقيقة كاملة. والتفاصيل الصادمة دي ما كانش ممكن تفضل محصورة في القرية. إزاي القصة انتشرت وبقت قضية رأي عام ووسم هاشتاج كلنا محمد؟ ده إيه حكايته؟ السوشيال ميديا طبعا. أول ما التفاصيل والشكوك دي بدأت تنتشر، الموضوع كبر بسرعة جدا، ووسم هاشتاج كلنا محمد انتشر بشكل رهيب. بقى زي منصة للناس تعبر فيها عن غضبها وتعاطفها. تماما. المطالب ما بقتش بس معرفة سبب الوفاة، الناس بقت تطالب بالشفافية التامة في التحقيقات وفي تقرير الطب الشرعي، ولو ثبت إنها جريمة لازم يكون في محاسبة للمسؤولين.
والملاحظ كمان إن في دور كبير للنشطاء والجمعيات الحقوقية اللي بيأكدوا إن القضية دي ما ينفعش تتنسي أو يتم التهاون فيها. وده بياخدنا لنقطة مهمة، إن الموضوع ده أكبر من مجرد حادثة فردية. المصادر بتربط اللي حصل لمحمد بواقع الأطفال في المناطق اللي زي دي. 100%. موت محمد بالطريقة الغامضة دي خلاه يتحول لرمز، مش بس لطفولته اللي راحت وأحلامه البسيطة، لكن رمز لمعاناة كتير من الأطفال في المناطق الجبلية والنائية. معاناتهم الصامتة يمكن. بالظبط. المصادر بتربط بين مصيره وبين المخاطر اللي بيواجهوها الأطفال دول كل يوم: قسوة الطبيعة، العزلة، صعوبة الوصول للتعليم والصحة، ومفيش آليات حماية حقيقية ليهم. قضية محمد كأنها كشفت عن الحقوق دي كلها. طيب وسط كل الجدل والغضب ده، موقف السلطات إيه؟ التحقيقات وصلت لفين حسب المصادر؟ المصادر بتقول إن في تحقيق رسمي مفتوح طبعاً من الجهات القضائية والأمنية، لكن في إحساس عام كده بتنقله بعض المقالات بإن في صمت رسمي شوية أو حذر زيادة في التصريحات، خصوصاً مقارنة بحجم الضجة اللي حصلة. والناس في القرية والمتابعين مصممين على مطلبهم. أكيد مطلبهم واحد وواضح: الحقيقة كاملة. عايزين يعرفوا إيه اللي حصل لمحمد بالظبط، بعيداً عن أي تأويلات. يبقى خلاصة اللي شفناه في المصادر دي هي قصة طفل محمد انتهت حياته في ظروف غامضة جدا، وشكوك قوية حوالين فكرة الانتحار. الشكوك دي مع التفاصيل المقلقة ولدت تعاطف شعبي كبير ومطالب بالعدالة والشفافية. محمد اللي كان بيحلم بقميص جديد للعيد بقى رمز يوجع القلب لمعاناة أطفال الجبال. بالظبط. والقضية لسه مفتوحة، والمفروض التحقيقات شغالة. لكن بعيداً عن نتيجة التحقيق ده بالذات، في فكرة أعمق بتفرض نفسها: يا ترى مصير محمد ده بيكشف إيه عن ضعف أنظمة حماية الطفل، خصوصاً في الأماكن البعيدة والمنسية دي؟ سؤال مهم فعلا. يعني لأي درجة إحنا محتاجين، مش بس في المغرب، في كل مكان، نطور آليات حماية تكون فعالة بجد، تضمن سلامة الأطفال دول وما تخليش مآسي زي دي تتكرر تاني. ده السؤال اللي بيفضل مفتوح ويستحق نفكر فيه كتير.